دي تنمية، حق البلد دي صناعة، حق البلد ديت واحنا مش لاقيين النص نتيجة سياسات خاطئة من وزارة التموين لازم أن يمثل فيها الوزير ويتحاسب. الرز احنا في موسم حصاد وعندنا أزمة في البلد عشان اتبع سياسات مكنت أغنياء هذا البلد، بياخد من الفلاح ب7 جنيه وبيدي للضحى ب15 و16 للهايبر. دي الحكومة يا ريس، دي الحكومة اللي احنا في دور انعقاد ثالث ما جاتش ألقت بيان قدامنا. احنا بندافع عن صناعة بلد. الرئيس معانا في هذا التوجه، اجتمع بيهم في يناير. واجب النهارده واجب هذا المجلس ان يدوس على الفرامل ان احنا نحافظ على الصناعة الوطنية. سيادة الرئيس، دمياط بدين لازم انقل صرخاتها للبرلمان، وانا النهارده بطالب بكل وضوح بوقف هذه التصفية والذهاب مباشرة لتطوير مصنع ادفينة بعد اندماجه مع قاهرة. شكرا سيادة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. احنا بنشتغل لصالح الديانة، شعب مصر كله بيشتغل تحت ايد الديانة. دي ترجمة الموازنة. لما نيجي نبص نلاقي احدى الهيئات المستقلة زي الهيئة الوطنية للانتخابات، اسمعوا الارقام المفجعة. لما نشوف اعضاء الهيئة بيصرفوا ازاي في ظل شعب متقشف. عندنا مكافأة جهود غير عادية كل 3 شهور 30,000 جنيه لكل عضو، مكافأة جهود غير عادية 36,000 جنيه لكل عضو، مكافأة جهود غير عادية في عيد الفطر 36,000 جنيه، بدل مصرف 20,000 شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 72,000 عن كل شهر، يعني 216,000 جنيه في بلد بتستلف بالشكل ده. ضغط الموازنة سيادة الرئيس. شكرا. في 10/11 سيادتك الفوائد كانت 85.1 مليار جنيه، تمثل 21.2% من المصروفات. في 22/23 690 مليار جنيه، تمثل 33% من المصروفات. الاقساط في 10/11 كانت 82.2 مليار، تمثل 16.8% من الاستخدامات. في 22/23 965 مليار دولار، 31.5% من الاستخدامات. اجمالي الاقساط والفوائد هذا الرقم المرعب. في 10/11 167 مليار بنسبة 34%. 22/23 1655 مليار. سيادة الرئيس، القروض في 10/11 201 مليار في الموازنة، تمثل 40.3% من موارد الموازنة. في 22/23 1523 مليار، 49 بناء عليه 40.7% من هذه الاجمالات. هتجاوز عن الاستخدامات اللي تحول فيها التناقض الواضح ما بين اهمية المصروفات في البنود الستة من 84% 10/11 ل 68% في 22/23، واحنا موازنة تقشف